انا مش قادر افهم يعني. حتى الموضوع بتساءل بيه، حتى في حد اجنبي معايا هنا في ألانيا وكنت بحكي معاه على الفان ستورز ومش عارف ايه، وبنتكلم على القصه دي وبتاع، فكنا بنتكلم على اهلي وكان بيسالني اللي هو استاد الاهلي اسمه ايه وبتاع مش عارف، ان احنا ما عندناش استاد بتاعنا لحد دلوقتي مثلا. فدي حاجه من الحاجات اللي بالنسبه لي اللي هو ايه العره اللي احنا فيها دي، مع ان انت بتتكلم برضو على الاهلي اللي هو لو قارنته بمنظومه الكوره في مصر فهو الانجح على الاطلاق من غير اي مقارنه، من غير اي كلام. وما عندناش فان ستور لحد النهارده. كل ما نعمل واحد بجد بنفشل وبنعيده تاني. واخر من كام سنه عملنا اللي هو من سنتين ثلاثه عملنا اللي هو الاونلاين وبرضه فشل وقفل. طبعا في مشروع دلوقتي الاستاد الاهلي ومش عارف ايه واعلنوا عنه بيفتح اهلا وسهلا، وهيبقى حاجه جامده ان شاء الله وباذن الله هيبقى حاجه كبيره، وهيبقى في فان ستور صايع قوي ومتحف للاهلي وهنبقى زينا زيهم. بس الناس دي بقى لها كده سنين بتعمل القصه دي بس. فحبيت ان انا انوه عن هذا الكلام. بصوا حتى بعين تيشيرت شكله صايع قوي بتركيا وبتاع.